السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، أهلا بكم. علمنا من مصادر جد مطلعة أن اجتماعا انعقد أمس الثلاثاء بين متقاعدي اتصالات المغرب ومسؤولين من الصندوق المغربي للتقاعد دام قرابة الساعتين، حيث استمر من 2 إلى نحو 4 زوالا. وبحسب مصادر من الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب، فإن اقتراحات الأخيرة لم يتم الاستجابة لها، واعتبر الصندوق المغربي أن عددا من النقاط المطروحة من طرفها لا تدخل في اختصاصاته. وتفيد المصادر أن مجموعة اتصالات المغرب ولحدود الساعة لم تتواصل معها ولا مع الصندوق المغربي للتقاعد، والذي تتهرب منه بدعوى أن الأحكام القضائية لصالح المتقاعدين غير نهائية، وهو ما فندته الجمعية وقدمت وثائق تثبت عكس ذلك. ولفتت المصادر أنه من المرتقب أن تباشر الجمعية مراسلة رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، والتي تم الإعلان عنها قبيل أيام. وتتهرب شركة اتصالات المغرب من تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وتعود تفاصيل الأزمة وفق تصريح سابق لرئيس جمعية متقاعدي اتصالات المغرب محمد الجباري إلى سنة 2004، بعد أن تولت الشركة التدبير بعد وزارة البريد والمكتب الوطني في سنة 1982. ويضيف: الشركة خيرتنا بين الوظيفة العمومية أو الالتحاق بالشركة في سنة 2004، لكننا اخترنا الوظيفة العمومية وبقينا على تعاقد مع الشركة إلى أن جمدت إدارتها وضعيتنا في الترقية والتقاعد. وواصل حديثه قائلا: القضاء أنصفنا في كل مراحله، غير أن إدارة الشركة لم تستجب وتتحجج بعدم تمكنها من حل الأزمة. ومضيفا: ومع هذه الوضعية المزرية لم يكن أمامنا أي خيار آخر سوى الاحتجاج. شكرا على حسن المتابعة.